هذه حرمة تصلي في المسجد النبوي مع الرجال، ولا رجال هذا يا جماعة. انتشر الأسبوع الماضي مقطع تحت عبارة "ما الذي يحصل؟" انتشر على تويتر، يظهر ما بدا أنها فتاة تقف داخل الكعبة بلا غطاء الرأس، وقد ردت شعرها المصبوغ بالأشقر إلى الوراء على شكل ذيل حصان. ويبدو أن الفتاة التي كانت تضع أحمر شفاه خفيف حرصت على ألا تبالغ في التبرج. ظهرت الفتاة وكأنها تؤدي مناسك العمرة، حيث كان يصورها أحدهم من خلال هاتفه. استفز المقطع الكثير من الناس، وراحوا يغردون على تويتر وسموا ما قامت به الفتاة إساءة واعتداء على قدسية المكان إن لم يكن تدنيسا له، حيث أن كشف المرأة لشعرها يعد من المحرمات بحسب علماء الدين. تساءل آخرون عن دور السلطات السعودية التي تشرف على رعاية الحرمين الشريفين وعن سبب عدم تدخلها، وطبعا لم يخلو الأمر ممن لم يصدق ما تراه عينيه، معتبرا الأمر خدعة وليس سوى فبركة وتلاعب بالصور. لم يستمر الأمر كثيرا حتى ظهر مقطع آخر استفز الناس أكثر. في المقطع الذي تسمع في خلفيته أغنية دينية، يظهر نفس الشاب واضعا يده على ظهر شاب آخر كان يسير أمامه، وكان يصور بهاتف النقال بينما كلاهما يطوفان مع الناس حول الكعبة. ولم يكن شكل الشاب الثاني يختلف كثيرا عن الشاب الأول، وقد أوحى مظهرهما للكثيرين بأن لديهما ميولا جنسية مختلفة، أو على الأقل هكذا أرادا أن يقال عنهما. لكن الكثير من المغردين على تويتر لم يكن لديهم سوى أن يعتبروا الأمر شذوذا جنسيا. الفيديو كان على حساب في تويتر، الفيديو تم تحميله على حساب في تيك توك، ولا زال لحد الآن الناس غير متأكدين إن كان هذا شابا أم فتاة، وفي كلتا الحالتين لا يجب أن يظهر شعره احتراما لقدسية المكان.